الملتقى الثاني عشر للإبداع الشعري في فقراته المحورية، ويتعلق الأمر بقراءة في التجربة الشعرية للشاعر المحتفى به عبد السلام الزيتوني. إذن سنحاول أن نوزع هذه الندوة عبر قراءتين. قراءة أولى لأحمد الرجواني صديق الشاعر أو صديق أسرة الشاعر، ثم قراءة نقدية أو مقاربة نقدية سيلقيها علينا الناقد والصديق عبد العالي عصمت. لكن قبل ذلك سوف نتناول ورقة تعتبر أرضية لهذا الندوة، ويتعلق الأمر بالشاعر عبد السلام الزيتوني. فجمعية الفينق حينما ارتأت أن تخصص الدورة الثانية عشرة للشاعر عبد السلام الزيتوني، لم يكن هذا الاختيار اختيارا اعتباطيا أو احتفاء من أجل الاحتفاء، بقدر ما أنه كان واجبا ثقافيا وإبداعيا أملته ظروف موضوعية وفنية وإبداعية. هذه الظروف تبرز أساسا في قيمة الرجل وزخمه على مستوى الكتابة الشعرية الطازجة المدوية داخل تراكمات الشعر المغربي المعاصر بتجلياته الحداثية والتقليدية على وجه السواء. فالشاعر ظل طويلا في بحث مضل عن آفاق جديدة لرسالة الإنسان من أجل حياة أكثر بهاء وعدلا. فقد أتانا صوت الشاعر عبد السلام الزيتوني خاصة من خلال ديوانه نسيت دمي عندهم، ليسجل رحلة معاكسة أوجاع الأمة في فلسطين والعراق وبقية أنحاء الجسد العربي المثخن بالجراح. فيتقاطع التاريخ في ذروة عنفوانه مع الجغرافيا الراهنة في لحظة انكسارات متتالية ليتولد من نقطة التقاطع انفجار الشعر والأمل، أو كما يقول فخري قعطار: فما دام في مكناس شاعر يغني لحجارة طفل مشاكس في غزة فإن العرب بألف خير. إننا نفخر بالرغم بالغ الفخار أن نسمي الدورة الثانية عشرة بدورة الشاعر عبد السلام الزيتوني من أجل أن يتوقف زمن الدم وزمن النسيان. هذا دون أن نغفل بأن اختيارنا لهذا الشاعر هي وقفة منا لرده قليلا من الاعتبار لما طاله من إقصاء وتهميش ونسيان، خاصة داخل المغرب. فالشاعر عضو في اتحاد كتاب العرب، وقد احتفى باتحاد كتاب العرب، لكن وجد إقصاء وتهميش من داخل اتحاد كتاب المغرب وخاصة فرع اتحاد مكناس. فالشاعر له اسمه الاعتباري داخل الوطن العربي، لكن مقصي في بلد كالمغرب، بل حتى في مدينة مكناس. لقد رحل عنا عبد السلام الزيتوني وفي نفسه شيء من وحتى لا أطيل عليكم سأتوقف قليلا أن الديوان الذي يتوزع على 24 قصيدة أغلبها كتب في مدينة مكناس مسقط رأس الشاعر، وهي قصائد مهذبة بلغة متأنقة تمتح من دفق المعجم الشعري الحديث، يرتقها على منوال الشاعر الحاذق الشديد التمرس والإمعان، حيث يندغم الدلالي بالإيقاع في انسجام تام يؤشر على حبكة في اقتناص المعنى. هي لغة الشعر أو شعر اللغة،
فالشاعر يشتغل على خصيصة التكرار والاشتقاق لإفراز تنغيمة تراقص القصيدة تغريبة حزينة تعتصر ألما لتشكل تيمة اشتغال الشاعر ورهاناته. شطر هنا وأشطب، شطرا هنا وأشطب، شطرين وأحمر المداد، مما يلم على احتفاء الشعر بالإيقاع أو احتفاء الشاعر بالإيقاع عبر مختلف تجلياته، مدركا إن الوعي الشعري وعي إيقاعي منذ النظم الاسكندراني حتى قصيدة النظم كما قال هنري ميشونيك. والآن رئيس جمعية الفينق يبدأ التواصل، له الكلمة. شكرا جزيلا الأخ أليس، شكرا السيد المدير، شكرا السيد الناظر، شكرا تلاميذنا الأعزاء. قبل أن أقول كلمتي الأخيرة في اختتام فعالية هذه الدورة، لا بد أن أشير باعتباري مهتم بالمجال الشعري أن التجربتين التي سمعناها قبل قليل هي تجربتين ربما أنها سقطت في فخ كما قال الصديق أحمد الرجواني، وأضيف سقطت في فخ البحث عن القافية. فالإيقاع الموسيقي بالنسبة للشعر ليس هو القافية، فالشعر قد تجاوز ما يسمى بالقافية وتجاوز ذلك الإيقاع التقليدي: فعول مفاعيل فعول مفاعيل مستفعل فاعل مستفعل فاعل. فهناك إيقاعات أخرى أصبحت تغطي الإيقاع الشعري أو ما يسمى بالإيقاع الداخلي في الشعر، مثلا بقصيدة النظر فهناك الاشتقاق مثلا، هناك الجناس، وهناك الطباع، وهناك المتوازيات الصوتية، وهناك مجموعة من المستويات الأخرى التي تعتبر رئيسية بالنسبة للشعر وليس البحث عن القافية. التجربتين كانت جميلتين لولا تم إخفاء القافية، وبالتالي كان حريا للإخوة أو الطالبتين التلميذتين أن يبحث عن الدلالة، بمعنى البحث عن الخيال أو الصورة الشعرية في الشعر. بمعنى آخر، فالشعر يجب أن ينزاح قليلا عن المستوى التقريري المسطح في الكتابة إلى مستوى الخيال أو ما يسمى البحث من درجة الصفر في الكتابة كما أشار إلى ذلك رامبات، والبحث عن دلالات ومستويات بلاغية. المهم حتى أطيل هذه نقطة أساسية يجب التركيز عليها مستقبلا في مجال إزالة الشعر، وأعد الإخوة بأنهم يكتبون جيدا، ولولا هذه الثغرات التي لا يمكن أن تؤثر على مستواهم الشعري. نشكر جزيلا الإخوة في مؤسسة ابن رشد بالدرجة الأولى ورأسهم السيد مدير المؤسسة التعليمية لابن رشد بفاس. نشكر الإخوة في وزارة التربية الوطنية والتكوين الوطني والتكوين المهني بفاس. نشكر الطاقم الإداري الذي رافقنا والذي تجشم معنا هذه الصعوبات، بل هم الذين تجشموا الصعاب الأكبر، ونحن كنا مثابة الأصدقاء الضيوف فقط، فهم من نظم. نشكرهم مرة أخرى مؤكدين لهم جميل الامتنان. سنظل نذكر هذه الوقفة التي أعتبرها شخصيا وقفة عملاقة في حق الإبداع وفي حق الشعر. نسجل هذا بإجلال وإكبار إلى السنة القادمة بحول الله، ولكم منا جميعا الامتنان. شكرا. الأستاذ الخطابي مدير ثانوية بن رشد سيسلم هذه الشهادة التقديرية رئيس جمعية الفينق الأستاذ عبد الله العفاضي. شكرا.